واش الدراري والدريات معكم روبو فيديو جديد كالعاده. اليوم غادي نرياكتيو على اكبر جيف واي في المغرب اللي فيه 14 مليون. شكون اللي دار الجيف واي؟ كتعرفوا كاملين كيف مشوا الفيديوهات اللي لقى مشاهدات كثيره ديال عبد الاله بات الادريسي من الدراري اللي بداو سنه 2016 2017 اللي كيديروا الفيتنس. المهم اليوم غادي نشوفوا ثلاثه الحوايج: شنو الانتقادات اللي لقى، وشنو الحوايج اللي زوينين في هذا الشيء، وشنو الهدف من هذا الجيف واي. كلشي على الهدف، ركزوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا شنو هو الهدف. الانتقادات اللي لقى في الفيلم الوثائقي، كيف ما كنعرفوا الفيلم الوثائقي ان كيكون مخدوم على واحد السيره الذاتيه، تيكون يعني في داك الشيء كيبين لك من ا حتى لزاد. المهم لقى انتقادات، يعني ما كانش بحال فيلم وثائقي. ولكن شكون اللي زين الفيلم الوثائقي هو ان القصص كانت مؤثره عليهم فاش كانوا صغار. واللي زادوا زينوا فيلم الوثائقي هما الوالدين اللي اكدوا شنو كان طاري الدراري ديالهم في الصغر، رغم انهم لقاو صعوبات في صغرهم وكافحوا باش يوصلوا لهذا الشيء اللي وصلوا ليه دابا. يعني ما كانش فيلم وثائقي، كانت واحد القصه ديال 4 الناس كيعاودوا على المعاناه ديالهم من الصغر، كيفاش توصلوا هذا الشيء بشهاده الوالدين ديالهم وبالتاكيد ديالهم. اجمل شيء في هذا الشيء هو ان الفيلم الوثائقي لقى نجاح كبير، تصدر طوندونس، ضرب واحد الفيوز خيالي. نتحداكم عبديله براسو ما كانش متوقع هذاك غيضرب هذاك الفيوز، ضرب واحد الفيوز خيالي تبارك الله. الشين من تما كانت ما وصلش مليون، دابا وصلت تبارك الله 1.5 مليون. اجمل شيء داروا في هادشي كامل هو تموتيفاو الدراري الصغار باش ينوضوا ترينيو، رغم ان عندنا معكازه في البلاد. انا عارف هادشي، يعني دابا واخا ناضوا ترينيو الا ما بقيتيش تموتيفيو واحد المده عاوتاني غيترينيو واحد البيريود وغادي يجلسوا. كاين اللي غيتشد لاين يجيه، وكاين اللي غادي يريب ما غيقدرش يكمل، وكاين اللي غيعجز. المهم كنتمنى لكم تبقاو شادين في الطريقه ديالكم وتكملوا هادشي اللي بديتو عليه دابا. واجمل شيء في الجيف واي هو هذيك المليون اللي عطى الوالدين وعطى الاصدقاء ديالو، والشيء الاخر اللي فرق على الناس. واجيو دابا نعرفوا المهم شنو هو الهدف من هذا الجيف واي. كيف ما كنعرفوا اشهر جيف واي، اشهر واحد كيدير الجيف واي في العالم العربي هو ابو فله. جيف وايات هربانين، طوموبيلات، شي حاجه زيدان غزا. دونك ابو فله هو براسو تانسبيرا من شي وحدين في امريكا. باش عبد الله كان عقل عليه من يلاه بدا اليوتيوب، كان ديما كيحاول يزيد من راسو ويتعلم شي حاجه. كيما مشى تعلم التصوير، تعلم ايديتينغ، شرا كاميرا، كان كيدير كلشي راسو، كان كيطور راسو، كان كيقاد الفوتوشوب، كيقاد التصاور، كيقاد دوازل اللي ديما يدير. يعني تانسبيرا من هذه الفكره اللي كيدير ابو فله ودوك اليوتيوبرز الامريكيين، بان حتى هو يدير جيف واي. ولكن شنو المضمون من الجيف واي؟ خصكم تعرفوا هاد اللعيبه ما كانتش على بديله، كندوي على العالم كامل. المضمون من الجيف واي هو كبروجي كتانفيستي. هو راه ديجا قال لي واحد الدري كان داوي معاه في الفيلم الاخر ديال الجيف واي اللي لاحو، كان داوي معاه في ابل فيديو، وقال لي مزيان تانفيستي في هذا البلان هذا. دونك ملي كتانفيستي يعني بحال كتستثمر فلوسك باش تزيد. يعني انا غنعطي الفلوس، الناس غيعجبهم الهيت انني كنعطي الفلوس، غيتعاطفوا، غيتزادوني لي فان، غيتزادوني لي زابوني، وغادي تزيدوني عاوتاني لي فيوز، وغادي يمشي مزيان. كيف ما كتشوفوا الفيديو اللي دار فيه الفيديو الجيف واي، حتى هو راه كانت فيه ساعه المكانه، وحتى هو طلع في طوندونس، وحتى هو في نهار ضرب 1,000,000 لاروب. يعني فيوز خياليين اكثر من الروابط. يعني باش تكون فيديو في ساعه ويضرب لك هذاك الفيوز، روابط عندما 3 دقائق، وكاين ما كيضربش هذاك الفيوز في 24 ساعه. يعني هنا كيبين لك بان الجيف واي ناجح. طلع ليه عاوتاني فيوز، تزادوا لي فان، استثمر بالفلوس، عطاهم الناس، وغيعاود يدخل فلوس. اذا هذا هو الهدف من الجيف واي. راه ماشي كتعطي جيف واي لله في سبيل الله، جيف واي كتستافد منه بزاف د الحوايج اللي هما اللي قلت لكم دابا في الفيديو. ولكن تيبقى دري زوين ولد الناس الله يسهل عليه. لقى انتقادات علاش؟ حيت الصراحه الطريقه باش دوا فاش في الفيلم الوثائقي الايغو خرج عليه شويه، ولا كيهضر بتبعصيص وكيتكبر وكيديرها طا 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 طا، وكيف في الاخر راجع الاوراق ديالو دوا عادي. واجمل شيء هو ملي كتشوفو قدام باه تخرقات ليه الهضره، ما بقى عارف ما يقول، ما قدرش يقنعو حتى هاد المليون خودها، حطو بدا كيخربق. جاب الله با تفهم الامر. يعني عارفو سي خدام حلال، ماشي شي حاجه اللي يقول ليه ما عرفوش خدام غير حيت معلم من جاتك هادي علاش درتي هادي طاطا من هنا منا. ديك الساعه بين ان خدام صافي شده. المهم توصل لكم شو الطريقه كيف ولات لي الهضره، وشو الطريقه كيفاش كيهضر هو عادي من نهار عرفناه في اليوتيوب، وشو الطريقه كيفاش ولا كيهضر فاش نجح ليه الفيلم الوثائقي. المهم نتمنى ما يعاوداش، وكيبقى دري زوين وغادي مزيان والله يسهل عليه.
الله يسهل على الجميع، وتهلاو في راسكم فيديو جاي.